الصيادين لما بيجوا يصطادوا الفيل بيعملوا حيلة عجيبة جدا. بيعملوا ايه؟ الفيل طبعا ضخم جدا وصعب ان هم يصطادوه، فبيشوفوا كده الطريق اللي الفيل بيمشي فيه وبيجوا يحفروا حفرة كده، حفرة غويطة بحجم الفيل بالظبط، وبيغطوا الحفرة ديت بقش عشان الفيل ما يشوفهاش، وهوب الفيل يمشي فيقع في قلب الحفرة دي. طبعا مش هيقدروا يطلعوه، لانهم لو طلعوه الفيل هيهيج عليهم وبحجمه وبقوته ممكن يبهدلهم اخر بهدله. فبيعملوا حيله تانية اكثر ذكاء، وحيله بص ما اقولكش. بيجوا الصيادين دول بيقسموا نفسهم فريقين اتنين، فريق بيلبس ازرق وفريق بيلبس احمر زي التيشيرت اللي انا لابسه ده. الفريق بقى اللي لابس احمر بيجيب عصايه ويجي كل يوم يضرب الفيل ده، يضرب الفيل ويعذبه. هوب الفريق اللي لابس ازرق بيجي يطرد الناس اللي لابسين احمر اللي ضربوا الفيل وعذبوه، ويبداوا يمسحوا على دماغ الفيل ويقدموا له اكل ويقدموا له شرب. يعني احنا بنطرد الناس الوحشه واحنا كويسين الطيبين، اهو احنا بنطبطب عليك وبناكلك وبنشربك. بيعملوا العمليه ديت اكتر من كذا يوم، كل يوم يجي الفريق الاحمر يضرب الفيل، يجي الفريق الازرق يمشي بتوع الحمر ويمسح على الفيل ويطبطب عليه ويقدم له الاكل والشرب. وكل ده ليه؟ عشان الفيل يعرف ان الفريق الازرق ده هو الفريق الطيب، هم الناس الطيبين اللي بيحبوا الفيل، اللي هيثق فيهم وهيحط ثقته كلها فيهم. ويجي بقى بعد كام يوم كده يبداوا يوسعوا الحفره دي اللي هو الفريق الازرق اللي الفيل وثق فيه، اللي كان بياكل الفيل وبيشربه ويطبطب عليه ويطلع الفيل. يتفاجئ الفيل ان هما الاتنين بقوا مع بعض وخدوا الفيل، فينصدم الفيل في اللي كانوا طيبين، ينصدم في اللي كانوا بياكلوه ويشربوه، ينصدم في اللي حط ثقته فيهم. احنا بقى في حياتنا زي الفيل ده بالظبط، او اللي حصل مع الفيل دهوت بيحصل معانا في كل جوانب حياتنا. قيس بقى قصه الفيل دهيت مع كل واحد انت وثقت فيه، مع كل واحد رسم عليك وش الطيبه ووش الحنيه وانت حطيت ثقتك كلها فيه وفي الاخر غدر بيك. زي بالظبط الفريق الازرق، الفريق الازرق اللي الفيل وثق فيه وكان بياكله وكان بيشربه، كان بيتجمل بس قدام الفيل عشان ياخد مراده، عشان يصطاد الفيل. انت في حياتك اكيد قابلت صاحب كان بتاع مصلحته، الصاحب ده كان بيتجمل قدامك بس عشان مصلحته تتم، واول ما المصلحه تتم ما بيعرفكش، وانت طول الفتره ديت يا عيني واثق فيه وبتقول ده صاحبي ده مفيش منه اتنين. كتير جدا في حياتنا كده. ما تحط ثقتك كده في اي حد كده بدون اي دراسه، لازم تعرف الاول، لازم تلمس منه الحب الاول، لازم تلمس منه الثقه الاول. الصاحب اللي بجد والصديق اللي بجد اللي بيقف معاك في وقت شدتك. اوعى تفكر كده ان اي واحد يبقى صاحبك او غير صاحب. قيس ده حتى على زمايلك اللي في الشغل اللي انت بتثق فيهم وتتكلم معاهم، وفجأة يروح يبيعك لصاحب الشغل انت بتثق فيه وبتقول ده مفيش منه اتنين، وتشتكي له من اتعاب الشغل، وهو ياخد الكلام من هنا ويروح يقول لصاحب الشغل وانت تلاقي نفسك في الشارع. مش انتوا كلكم قابلتوا ناس من دول؟ كلنا قابلنا ناس من دول، ايوه قابلنا ناس من دول. اهي قصة الفيل ديت ماشية على الناس، قصة الفيل والصيادين، صيادين المصلحة وصيادين بس مصلحتهم مش اكتر، واول ما المصلحة بتخلص ما بعرفكش. الفيل عشان كان طيب حط ثقته كلها في الفريق الازرق، وفي الاخر اصطادوا الفريق الازرق بكل سهولة. اللي انا عايز اقوله لك انك انت لما تثق في حد وتلاقي ان الحد ده بتاع مصلحته، لما يجي ينهي علاقته معاك انت ما تتفاجئش من الشكل الاخير اللي انت بتشوفه منه. الشكل الاخير ده ما تتفاجئش منه، هو بس كان بيتجمل معاك الفترة اللي فاتت دي كلها، بس هي ديت حقيقته اصلا من البداية. بتوع الفريق الازرق اصلا صيادين وجايين يصطادوا الفيل، بس هم كانوا بيتجملوا قدامه. يا ريت يا جماعة تعملوا شير ولايك للقصة دي لو عجبتك، واشوفك في فيديو جديد.